قسما بالله تندموا على هادشي. حنا في كارثه حقيقيه، ما بقاتش الرحمه عباد الله، ولينا وحوش، ولينا تماسيح، ولينا شي كيزيد على شي، وشي ما كيرحم شي، وهادشي تيخلق بيناتنا العداوه، وهادشي هما مخططين ليه. شوفوا صحاب النقل فين موصلين التذاكير، شوفوا صحاب الكيران، صحاب الطاكسيات، صحاب الحواله، صحاب مطيشه، صحاب الخضره، اي واحد كيبيع شي منتوج، اي واحد كيستغل المناسبه، اي واحد تيشوف غير امتى تجي تقرب عنده باش انه يمص لك الدم ديالك. والمشكل هادشي كيضرب في داك التضامن وفي داك التعايش، وتيضرب في ديك النيه، وتيضرب في الاخلاق. وهكا انا ما غنبقاش نحملك وانت ما غتبقاش تحملني. انا فاش تنجي انني نتقدى عندك واحد السلعه عندك وانت كتزيد عليا بزاف وكتمص الدم ديالي وكتستغل المناسبه، انا تنكرهك، انا كناخذ موقف منك، انا كنعتبرك عدو. وفاش كتجي عندي انت حتى انا كنزيد عليك وتنمص ليك الدم ديالك، وحتى انت كتكرهني وكتعتبرني عدو. والمشكل هادشي كيضرب فينا حنا، كيضرب في ولاد الشعب. هادشي كيخلي من المستحيل اننا نتحدوا، ومن المستحيل اننا نتجمعوا على شي كلمه. وهادشي اللي الفوق واللي مستافدين من المعمعه كلها راه هما اللي زارعين هادشي بيناتنا. والدليل هو انه عندهم مؤسسات تشريعيه، والدليل هما انهم في المسؤوليه وعندهم صلاحيات المراقبه وعندهم الاليات باش يتدخلوا ويمنعوا هاد العشوائيه وهاد الجشع وهاد الطرق كلها اللي كتشوفوها وتتخلينا حنا بيناتنا نبقاو نخنزروا في بعضياتنا. هذاك الجزار ولد الحرام زاد عليا قرصني مص ليا دمي، ربح من عندي ربح غير اخلاقي. هذاك الكساب راه قلبني راه باع ليا بكثر من الثمن ودار فيا ودار فيا ودار فيا. هذاك منافق، هذاك يستاهل العذاب، الله يخليه هكاك ديما. وحتى هذاك مول الطاكسي، هذاك الشيفور استغلني ودار فيا ودار فيا ودار فيا ودار فيا. فاش كتجي الواقع راهو مزرعوا بيناتنا الفتنه. هذه هي الفتنه، هذا هو الكره، هذا هو تيحاولوا يفصلونا، هذا هما تيحاولوا ان كل واحد يخليه من كامش على ذاته. هذا هو تقويه الفردانيه. وفاش تنكونوا فردانيين وكل واحد دايها في راسو وممسوك، وحتى في التشريعات راكم تتشوفوا هذا الشيء، وحتى في الخطاب انا ديال راسي وديال بوحدي، ما تدخل فيا ما نتدخل فيك، ما تعاونني، المهم غير ما تجيش فيا تجي في شي واحد اخر ما شغليش. هذا الشيء راه مدروس، هذا الشيء المغاربه راه تيدخلوه لينا وتنبقاو حنا غير تنتفرجوا هكاك ولا نسائل وما تنتعجبوش وما تنقولوش. دابا فين هما السلطات؟ فين هما المنتخبين؟ فين هما المسؤولين؟ فين هي المؤسسات؟ فين هما الناس اللي غيوقفوا قدام هذا الشيء اللي تنشوفوه بانه عشوائي لدرجه كبرى؟ غير والبارح كان الثمن ديال الحلي بواحد الثمن، دابا كتمشي لذاك الحلي نيك كتلقى بانه تزادت فيه 500 درهم 1000 درهم. فين هي المراقبه؟ شكون اللي خلاك انه في 24 ساعه تزيد 1000 درهم ولا تزيد 500 درهم؟ فين هي المراقبه؟ غير في الايام العاديه كتكون الثمن ديال التذكره ديال السفر ها هي انت كتشوفها، وفاش تيقربوا العواش ولا تكون مناسبه كتزاد 50 درهم 60 درهم 70 درهم 80 درهم. بأي حق وباش من قانون وكيفاش وكي درتي ليها وفين هو المخزن وفين هما السلطات وفين هي القوانين وفين هي المؤسسات وفين واش ما كطرحوش هاد الاسئله؟ علاش مخلينا هكا؟ واش ما عندهمش الصلاحيات والادوات والاليات والقوانين؟ واش ما عندهمش كيفاش يدخلوا؟ عندهم، ولكن السؤال الكبير هو علاش مخلينا من له المصلحه فاننا نخرجوا نيابنا على بعضياتنا واننا نحضوا بعضياتنا واننا نكرهوا بعضياتنا وان النسيج المجتمعي ديالنا يتفكك واننا ما نحملوش بعضياتنا. وحنا تنشوفوا في هذه الامور وهما مستفدين، لان هذا الشيء ما عمرو غيخلينا نتجمعوا على كلمه وحده. ودائما كتشوف بان الاخر عدو ديالك، ودائما تتشوف انك الطحن اللي تحت منك واللي فوق منك يشوف يطحنك، واذا عندك شي سلعه كتحاول تعطي
تعطي المرار الاخر والاخر كذلك. كانت عندك بارتما كنتي في شي بلاص كيجيو الناس في الصيف باش انهم يتصيفوا كتزيد واحد الاثمنه اللي هي خياليه، وهذا الشيء كله كيخلينا اننا نكرهوا بعضياتنا، وهذا الشيء كله كيخلينا اننا ناكلوا في بعضياتنا واننا نتهموا بعضياتنا، وانه مع العلم ان الضرر علينا كاملين وان هذا الشيء تزاد علينا كاملين وان هذا الشيء باين بان الحل ديالو من الفوق، وهذا الشيء سوء تدبير وهذا الشيء سياسات فاشله وهذا الشيء راه ممنهج ورغبه من شي وحدين لانه داك الشيء في مصلحتهم وتيخدمهم. حنا ما قشعنا ما قشبلنا حتى حاجه وغاديين في السياق اللي بغاو وغنبقاو هكا وما غنتجمعوش لاننا وقعنا في اكبر فخ وسندفع الثمن غاليا غاليا غاليا، اللي هو لدرجة انه يوقع لك اللي وقع لك المغربي مهما نشدت مهما هضرتي مع الناس مهما حاولتي ما عمرهم غيلتفوا باش انهم يلقاو معك الحل، لانه صوروك ليهم على انك عدو وحتى انت تيبانوا لك بانهم اعداء.